بنكلمكم من برنامجكم المعروف المشهور. الدنيا بتولع. زمان كان بيعيش كانوا بيدوروا ويتجوز وشهم برضه. وبيخلف وبيعمل كل حاجة ب7 جنيه. يعني هو أنا دافع تذكرة المترو ب7 جنيه أصلا. أنا دافع تذكرة هو اتجوز بيها. فأنت ما تقرفنيش وتيجي تقول لي شباب ومش شباب. بجد أنا عندي فوبيا منهم. في بعض النظريات بقى أنا عايز أتكلم عليها مهمة جدا جدا. احنا طورناها بقى كشباب، في نظريات عن اللي هي افتح العواجيز. الصندوق. احنا طورناها بقى كشباب. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المعروف الشهير جدا، مش بودكاست. ده قول تاني عشان انا شتمتك في نفس اللحظه. أهلا وسهلا. يلا. معاكم ومعايا. هو إيه، وإحنا معانا حد معناش حد. لا معناش ضيف النهارده خالص. أنا يوسف وده مهاب. بنكلمكم من برنامجكم المعروف المشهور. الدنيا بتولع. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيكم. معاكم يوسف، معاكم مين؟ يا دي أم اللخبطة بتاعت كل مرة. معاكم مهاب. ليه؟ معاكم يوسف. ما... أكيد معاكم. أهلا. هنبدأ الحلقة. النهاردة بنتكلم على حلقة اسمها عواجيز الفرح. مم. انا عارف ان انت عندك مشكلة من وانت صغير مع العواجيز، الراجل اللي هو زنقك تحت البيت عندكم هواجيب اللي هو كان عنده 70 سنة ده. انا. ايوه، ما انت امك حكيت لي الحوار ده. ما قالت لي ان احنا حصلش. مخبيين عنه لحد دلوقتي. بين عليا انا. عامة العواجيز اللي انت بتقابلهم في المواصلات، انا شايفهم دول اشرس نوع انت ممكن تقابله. وبيتقسموا فئات. فئات مين؟ بيتقسموا فئات. في فئة تقابلها في المواصلات، ودي اخطر فئة تقابلها. يبقى عندهم صحة. حد ابتدي بالمترو. انا في المترو ببقى راكب مثلا سي 15 او 20 محطة، فحرام اللي انا بقى واقفهم عشان سيادتك تقعد. يعني حضرتك كبير في السن، احنا هنا خلاص اقعد في بيتك. اقول لك بقى يا حبيبي، معلش انا كبير وانت شباب. ينشل عليا. إيه؟ ينشل عليا. اول ما يدخل كده ويبتدي يركب بيبقى لابس نضاره تقريبا فيها حاجات كده زي نمس بونت كده، يفضل لا يدوس لا، بيبقى عليها. روبوت. يعمل كده اهو. حاجات الروبوتكس اهو دي. هو ده. هو بيبقى عارف ان انت واختار مهندس، انت اكيد تعبان وهلكان وطالع عين ويروح. امك. الفكره ان انا ببقى مخلص كليه ببقى تعبان جدا وعايز اروح اخد دش واكل وانام. آه. فانا اساسا ببقى نايم في المترو. بنام لل 15 ولا ال 20 بنام. فاروح مركز هو عليا، يروح داخل اهو. ده واحد نايم هو وعينيه ده. حمرا وحالته حاله. روح واقف قدامي. اكبر دماغي واروح انا مدور وشي واعمل نفسي ان انا ما شفتش حاجه. حاول اتغاضى المنظر اللي انا شايفه قدامي. ما بقاش في شباب. احنا كنا زمان. عايز اقول له يا راجل يلا. انت كنت زمان ايه؟ زمان كانوا بيعملوا ايه؟ زمان كان كانوا بيعيش بيدوروا ويتجوز وشهم برضه. وبيخلف وبيعمل كل حاجه ب7 جنيه. يعني هو انا دافع تذكره المترو ب7 جنيه اصلا. انا دافع تذكره هو اتجوز بيها. فانت ما تقرفنيش وتيجي تقول لي شباب ومش شباب. بجد انا عندي فوبيا منهم. انا عنصري جدا ضد العواجيز. انا عنصري. يا ابني انت كان ممكن تشتري عربيه ب 3000 جنيه ساعتها. يا عم كان الجرام يعني مالناش دعوه باسعار. ما ودناش في ده، الله يكرمه. انا ماشي. بتكلم عن ايوه، ما انت الاتيتيود لسه كنت بتاعهم. بتقول 7 جنيه. الاسلوب بتاعهم. ايه ها. الاسلوب بتاعهم؟ ان هو بيبقى داري بكل حاجه. عايش ويعيش لك دور ان هو راجل غلبان ويا عيني والدنيا جت عليه وهو ولا غلبان ولا دنيا جت عليه. بالعكس ده عايش وشاف وسافر وراح وجي وعاش اللي تخيل انت وانت خرابه. عندك 25 سنه تقول ده انا لفيت وخاربها. كان شبح. تخيل بقى واحد عنده 65 سنه. ده انت عارف انت فكرتني خرابها. بمين دلوقتي؟ بمين؟ عم احمد نور الدين. شاوت اوت لعم احمد نور الدين. انا ابن خالته، انا ابن عمته، انا ابن خالته، انا ابن عمته. اما احمد نور الدين ده مش ده كان بيقول لك انا خاربها زمان، ده انا كنت شبح حصل. كان بيقول كده حصل وطلع هو. في كذا لقاء اللي ومع عاجبني عمر في عم كيت احمد نور وقال الدين، كده. عم احمد نور الدين خلي بالك صريح جدا مع نفسه. صريح. متصالح جدا مع نفسه. وشايف ان هو عمل اخطاء انا بحس ان هو من اكتر الناس اللي واقعيه بيعترف الحقيقيه. باخطائه. بيعترف باخطائه عشان خاطر الشباب زينا ما تكررهاش. حقيقي، هو حقيقي قوي. لكن هتيجي تتكلم عن الناس هنا، في ناس ثانيه تيجي تقول لك انت ليه بتعمل كده؟ احنا كنا بنشتغل
70 ساعه في ال 15 ساعه. هو افتقر دلوقتي، انت مش واخد بالك من الموضوع ده؟ وابتدى ربنا يختني يكرمك. تاني بسبب التيك توك. حصل ابتدى يختني تاني ازاي بسبب حصل التيك توك. حصل. فهو يعني ربنا يرزقه وكل حاجه، بس انا بحب الراجل ده لسبب ايه هو؟ ان هو حقيقي، مش مصطنع. واقعي. لا مش واقعي مصطنع. واقعي. لاف من عم احمد نور الدين. والله جدا هنعمل عليه رياكت ان شاء الله قريبا قريبا. الحلقه اللي جايه. فخلينا نتكلم يا جدعان، ليه انتوا بتعملوا معانا كده؟ انا حابب اوجه لكم رساله يا عواجيز انتوا شويه لا 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 لا، ولد ده شياب شوياب شوياب. عاملين زي الشايب اللي في ولد الكوتشينه، شايب بكحكح من باكله. انا عامل رابطه، يا ريت الناس كلها ما انت تشترك هتبقى فيها. شايب يا يوسف. لا ما يقتلوني لما ابقى شايب، ما عنديش مشكله. انا عامل رابطه، يا ريت الكل يشترك فيها. نادي كريه العواجيز. انا ما عنديش مشكله مع العواجيز بحد بشكل عام، بس عندي مشكله مع العواجيز معينين. عارف يعني انهي فئه؟ معلش ثواني بس كده هقطع على كلامك. فهو انا عايز اكمل كلامي. وهو الحلقه اللي فاتت لو تاخدوا بالك، يعني الحلقه اللي منزل اللي قبل اللي فاتت، طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكر. هو كان بيقاطعني، كان عمال يرغي. انا فانا مش هديله فرصه الحلقتين دول، انا هاخد وقتي قوي عشان ينزل عليا رياكت او امشي طيب. ونحل أمشي. مشكلتك ونحل مشكلتها. انا يعمل لي كده، انا يبهدلوني كده. تقول لي اعمل جاكيت عن قاضي فيه تتسلي لقيته كلتيه. انا كنت ازاي؟ اه لما بقى عندي 10 سنين انت بدري. انا ما سلمتش لحد دلوقتي. ما نحل مشكلتك بقى، يعني نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها. بس انا سلمت بس. كنت بدرس انا لسه ما كملتش. انا لما كان عندي 10 سنين عنا قايل له شيلها في المونتاج، بس هو عشان شيلها واحطها لك تاني. خلاص تمام ماشي حلو يا باشا. ودي يابا، انت ماسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ما حدش يمسكني من ايدي اللي بيوجعني. ليه يمسكني من ايدي اللي بتوجعني مطلع له؟ يا بيه طلع لسانك واخبطه كده، جايز في حاجه. طلع لسانك واخبطه، مش فاهمين. ايه رايك في عواجيز الافراح؟ شفتها عواجيز الافراح بيبقوا عاملين ازاي؟ تلاقي واحد كده عنده بتاع حوالي 130 سنه جاي لك، انت ابن رحاب بنت مش عارف مين، ده لما كنت بقعدها على حجري. الكلام ابن مريب ده، انت مريب فشخ يا عم الحاج. انت قاعد امي ليه على انت حجري؟ مين اصلا؟ يعني الراجل ده عايش قرن مثلا ولا حاجه؟ عنده 180 سنه. انت مين؟ وتلاقيه مثلا بعد ما اكل الجاتوه ونص البوفيه، انا بطني وجعاني. والله تلاقي الراجل طبيعي ده بطنه حضر. توجعه. تلاقي الراجل ده حضر كل الحروب، الحرب العالميه الثانيه والثالثه، حضر جميع الزلازل والبراكين مش معروف مين حضر ده. الكوليرا والمش عارف ايه وكان من ايام الجنيه الجبس. قابلت نوعين انت من دي في الافراح؟ بتبقى عندهم سنه كده مخلوقه، سنانهم مخلعه حاجات غريبه كده. وانا شفت واحد كان راكب سنه فضه. فضه بيقول لك انت ابن مش عارف مين دم، كان تحس في رعب كده، في لكنه كده غريبه. تلاقي يعني كده. شفت شرشبيل يا اسطى؟ هو بيبقى شبه شرشبيل كده في كل مش من الافراح. الجبار. مش عارف شرشبيل اللي في السلافل؟ هو بيبقى عامل زي الشرشبيل كده، بيجي يتكلم معاه، انت ابن كذا، انت عرفت منين؟ انت عندك ذاكره جباره، ده ما عنديش الذاكره بتاعتك دي. وتلاقيه منزل حاله وهو مرمي على السرير بتاع المستشفى دعود، ويستخدموا الفيسبوك والسوشيال ميديا بطريقه بنت شاهد قبل الحذف ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. شاهد قبل الحذف. مريم فارس قرد وتعبان بسمكه وحاجات غريبه. بط إيه ده؟ حيوانات. ايه ده؟ لا بس الناس دي رحمه بالنسبه لناس تانية. طبعا بالنسبه لمواقف السوشيال ميديا دي انا عندي حاجه عايز اقولها يا هتعجبك. عم انت بقى يا عم انت بقى. انت قليل الادب، قليل الادب وعايز تتضرب. عشان دي كورة. والله في ناس بجد. لا في موضوع مهم. كان عندي في موضوع مهم قوي. مدير مدرسه، مش هقول اسمها بجد، مش هقول اسمها. فكنت كان قال لي ظبط لي حاجه والنبي يوسف في الكمبيوتر عادي. كانت العلاقه كويسه بيني وما بين المدير. فانا دخلت ظبطت له، لقيت مكتوب ايه في اليوتيوب في السيرش؟ مواقف محرجه جدا للبنات. راجل عنده بتاع 70 سنه. هو ايه اللي هيقول لي منتظر يشوف مواقف محرجه جدا للبنات؟ بنت بتقع مثلا على وشها، بتقع، بتتزحلق في صابونه، البنطلون بيتسلت، يعني حاجات. هي دي كده، ده كده اقصى اغراء لي. انا واكلك، انا فشخك النهارده، مش هخليك تتكلم. لا ولا اقول لك يا عم حرام، خش يا عم ودي. اتكلم يعني. ودي
يا سلام يا اخي، والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي وخلتني هعيط. عواجيز ايجيبت. ايوه بيشربوا كده بالظبط، بيشربوا كده بالظبط. انت عارف الكوميونتي بتاعنا ده شعب عايز الحق، عايز يتف على وشه. عاملين نفسهم بيزنس كده، وهم اصلا يعني هم اصلا في الاساس فقراء، بس اختنوا، لعبت معاهم، تلاقيه لابس البنطلون عملوا الجينز نفسهم من ايجيبت. وحاطط جواه القميص ورافع البنطلون لحد هنا. لا بيلبسوا لبس يبقى رياضي. لابس ماسك علبتين سجاير، ولا ده دول ناس لا تانية؟ لا لا لا، اللي اقول لك بيمسكوا علبتين السجاير دول مين؟ شفت كان اسمه ايه الممثل ده اللي كان في عمر وسلمى؟ لا انا بحب ابوه كان فشخ. ابو لا عوف. انا بحبه فشخ. لا ما انا بحبه. شفت بقى العواجيز بتوع ايجيبت، هم شبه الراجل كده. لا يا شيخ ما لا لا تقارنش. لا لا، شبهه من حيث ايه؟ عزت ابو عوف ده كان متصالح فشخ مع ابو نفسه. عوف جميل، كل كان حاجة. راجل متصالح جدا مع نفسه، يقول لك انا كبرت، ما كانش يعمل عمليات، وكان عادي، كان بيقول لك انا اقرع وبلبس باروكه، انا بعمل مش عارف ايه وبعمل ايه، وكنت بقى بسوي كذا، وكان جنتيك كده، كان راجل عسليه، تحب تقعد تتكلم معاه. هم واخدين منه حته اللي هو ايه، التناكه مثلا. مثلا. بس هو كان كاريزماتيك من غير ما يبقى تنك، هو لا كان هم بقى كاريزما. بيحاولوا يبقوا كاريزما، ما انا قلت لك هم فقراء واختنوا وعملوا نفسهم من بتوع ايجيبت. لبسوا لك بقى الطقمايه والكوتشي واللبس التريننج اللي هم بقى شكلهم روش، تمام. وعايشين في دور مش جوهم، بس هم كده بالظبط. يلا قول ما تتكسفش، قول. يا ريتني ما سبته يتكلم. في التجمعات العائليه، عارف التجمعات العائليه يجي لك واحد كده يقول لك 6 في 7 بكام، ده راجل عجوز انت ما تعرفش ده مين، بس تلاقيه كده بكل مناسبه، يجي في المناسبات العائليه انت مش عارف ده مين، بس هو بيجي عامل زي راجل الاحلام كده. شفت راجل الاحلام بيبقى شكله عامل ازاي؟ هو بيبقى شبهه. بيبقى اسود كده. لا انت ما شفتش راجل الاحلام؟ يعني شكله عامل ازاي؟ هوريهولك. لا، وريني ثواني. راجل الاحلام اهو، هو جالي في السير اهو، بيبقى عامل كده. ايه ده؟ ده اللي بتلاقيه عندك في البيت اهو. يا نهار اسود، ده رجل الأحلام مش رجل الاحلام. ده بتلاقيه في الاحلام كلها اهو. بس يا اسطى بدل ما يطلع لي في الحلم هيطلع لك. لا يا عم، يا نهار اسود، بحط شكله صورته مرعب للناس عشان قوي. تشوف. ده كل الناس كده هيجي لها كوابيس، هيجوا يشتموني في الكومنتات. هو راجل الأحلام ده استغفر الله العظيم في العظيم ده. وتلاقي كده لما تكون أنت تعبان مثلا، جاي يروح حاطط إيده على دماغك كده، تعالى قرب. طب هو مين اللي عمل الصورة دي؟ قرب بس. الراجل ده مين؟ ده رجل الأحلام، ده بيظهر أيوة. في الأحلام بتاعت الناس كلها، بتاعت العالم كلها. وهو الناس كلها اجتمعت ان هو ده، هم ده رسم ولا ده صورة بجد؟ لا هو ده الراجل تخيل، ده تخيل اه للشخصية دي. مين اللي الشخصية دي عمل مش التخيل موجودة. ده؟ ده مش بالذكاء تخيل الاصطناعي، ده ما قبل الذكاء الاصطناعي. مين بس اللي عمل الحوار ده؟ كان ماسونية برضه. رسمة. ماسونية برضه. الماسونية يا عم ترحم امي بقى. ما انا ده كان ممكن نتكلم عليه في الحلقة اللي ده في فاتت. الخوارج بقى. قرب كده هتلاقيه بقى ايه الراجل اللي في التجمعات العائليه بتخرجنيش يا من كلام الموضوع عشان اقول. بس بقى قرب كده. هي قرب كده عليك. في ايه؟ يعمل كده، يلا خلاص شد حيلك تبقى كويس. كان في واحد بقى كان بيجي لنا العيله، كنت انا طفل صغير، بس ده كان يمسك كده يقول لي هات وريني ايدك كده، ماسك ده كده. لعبة كريست ولا ايه؟ بص انا عايزك تبص على ايدك وانفخ لك ايدك. هو كان بيعمل كده والله. بص انا ببص على ايدك ما تبصش عليا. ايه ده؟ ايه الحيوان ده؟ بالقلم. في بعض النظريات بقى انا عايز اتكلم عليها، مهمه جدا جدا. احنا طورناها بقى كشباب. في نظريات عن العواجيز. افتح الصندوق. احنا طورناها بقى كشباب. في نظريات انا عايز اتكلم عليها. نظريه عن العواجيز. والعواجيز دول اصلا مش بشر، مش بشر يعني، هم كائنات فضائيه. ايه ده؟ وجايين يستغلوا الشباب لحد ما نوصل من سن معين، يبتدوا ان هم يحولونا. بس مش كل انا العواجيز. عايز اقول لك على حاجه، النظريه دي جامده فشخ. لا مش كل انا العواجيز. جبت نظريه بتاعتي. بص النظريه دي بتقول ايه؟ ان احنا لما بنوصل عند سن معين، وما طول الفتره دي بتجيب من سن 10 سنين لحد سن مثلا 40 سنه، يخلوك شغال فيه، بتفضل تشتغل عندهم، عند الناس اللي انت بتشتغل عند ناس عواجيز اصلا، كل اصحاب الشركات عواجيز، فانت بتشتغل لحد ما توصل تبقى عجوز.
فيبتدوا يحطوا على دماغك حاجه، يسحبوا مخك ويدخلوا بقى الكائن الفضائي، لان الكائن الفضائي ده بيحتاج ان انت يكون عمرك مثلا فوق ال 40 سنه عشان يبتدي يعيش في جسمك. حلو. فيعيش بقى في جسمك بعد كده لحد ما بيبقى عجوز. نظريه. حد مصدق في الكلام ده؟ دي لا. محدش مصدق. انت مصدق؟ انت ده مش معانا. يا عم ده دمج قلت لك. تربيه فكريه وكده اهو. عايزين مش احنا بنخبي عين. قولوش بقى. الجسم بدل ما يتعمل. بس فانت عايز تضيف حاجه الحلقه دي؟ الحلقه دي قصيره، اي نعم فيها تفاصيل كتيره بس قصيره، اي نعم ما فيهاش ضحك بس قصيره، اي نعم كل حاجه بس قصيره، عامله زي قصيره. انت كنت عايز تقول حاجات ما تيجي مهمه. نشوف. انت كنت عايز تقول حاجات عن العواجيز، اتفضل قول. خلاص انا خلصت كده دوري. العواجيز دول وقت يعني لو هنتكلم على ميكروباص، ايه في ايه؟ لا دي مش بقيت شغل بقى، دي مش بقيت شغل بقى. هو الفيديو شغال له بس كده. طب تمام كله تحت السيطرة زي الفل. فخلينا نتكلم. هم في ايه؟ هم هيقومونا. هم هيضربونا ولا إيه؟ بيفضل. كمل ايه؟ الحلقة التانية معلش يا جماعة مضطر ان احنا نسجل الحلقة التانية هنا، ان احنا بنسجل حلقتين او 3 مع بعض، لان مهاب اوقات كتير اوي بينام ما بنعرفش نقابله عشان خاطر نسجل حلقات جديدة. فمعلش استحملونا ان احنا اتأخرنا عليكم ونزلنا لكم فيديوهات محروقة، فيديوهات انا شخصيا نزلت الفترة اللي فاتت دي، فان شاء الله احلى حاجة فيها الصورة المصغرة، فاهم؟ يعني هي الصورة المصغرة اللي انت بتعمل له غلاف 100%، عشان تتفرج وبعد كده خلاص كده بتضيع بقى. بجد احنا محتاجين نعلي صوتنا. صح؟ تمام. يلا بس